السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض 4 افكار جديده ومختلفه للعيد، اوعدك اول مره تكون فيها عندي في القناه. اول حاجه طبعا الباترون ده هبدا ان انا الونه. الباترونات اللي انا هستخدمها في الفيديو هنزلها على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناه التليجرام، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف للي حابب ان هو ينفذها. هبدا بقى الون الباترون كله بالشكل ده. طبعا الالوان كل واحد بيلون على حسب ذوقه وعلى حسب اللون اللي هو حابه. خلاص هلون بقى الشكل كله بالطريقه دي. تمام، بعد ما لونتها قصها بالمقص بالشكل ده. بعد كده بقى اجيب ورقه مقاس فرقي وهبدا ان انا اتنيها بالشكل ده من المنتصف نصين كده. خلاص هقصهم بقى افصلهم عن بعض. انا هستخدم نص واحد بس، هتنيه كده نصين وبعد كده هتني برضو نصين كده بالشكل ده، بحيث الورقه تبقى متنيه 4/4 قد بعض بالجلو بقى. وهبدا ان انا اعوص الورقه الاولى جلو واثبت عليها الشكل الاول اللي هو راس الخروف بالشكل ده. والطبقة التالتة بقى هلزق فيها بق الخروف بالشكل ده، بس اخلي بالي تكون طالعة شوية كده. تمام اهو، تكون طالعة لبره شوية اهو، بحيث لما يتقفل يديني تكملة البق وفي نفس الوقت التفاصيل اللي جوه متكونش باينة اوي. كمان هقطع شريطين طوال كده دول عشان اثبتهم ورا عشان اعرف احرك. انا حطيتها في الاول فوق بس لقيتها مش مالكة يعني، فهحطها في تاني واحدة وتالت واحدة. خلاص الورق ده هحطه في المربع التاني والمربع التالت اهو. شلتها واحطها في المربع التاني بالشكل ده. اخلي واحدة عريضة شوية عشان احط فيها صوابعي بالطريقة دي، واللي تحت صغيرة عادي احط فيها صابع واحد اهو بالشكل ده. وبكده خلصت عندي. ممكن بقى نقدم بيها، نحكي بيها قصص للأطفال، نقدمها للأطفال هتبقى مسلية جدا جدا، وصدقوني هيفرحوا بيها جدا زي ما بناتي فرحوا بيها. تمام، تاني فكرة بقى معايا النهاردة هتكون حيوانات الإصبع. برضو الباترونات هسيبها لكم في صندوق الوصف. أول حاجة مشيت عليها بالقلم الأسود علشان تبقى بارزة كده وشكلها يوضح معايا. بعد كده بقى هلونها، هلون كل الأشكال اللي عندي. كل واحد بيلون طبعا على حسب الألوان اللي هو حاببها، او على حسب لون الخروف او لون الكائن يعني في الحقيقة يعني، او حاجة قريبة منها. خلاص هبدأ بقى الونه كده كله، كل الاشكال اللي عندي. تمام، بعد ما لونتها كلها بقى ابدأ اقصها بالمقص شكل كده بالطريقة دي. وبكده يكونوا جهزوا معايا حيوانات الإصبع. برضو نقدر نحكي بيهم حكايات مسلية جدا للأطفال، نعرفهم بقى بالحيوانات بقرة خروف ونحكي لهم قصة حلوة ومسلية كده. بصوا ممكن نمشيها كده بالطريقة دي، بجد مش عايزة اقول لكم اطفالي كانوا مبسوطين بيها جدا جدا. جربوها ومش هتندموا. تمام، هعمل نفس الموضوع في الحصان والخنزير. تمام، وزي ما قلت لكم نقدر نحكي بيها حكايات مسلية اهو بالطريقة دي. دي كانت تاني فكرة معايا النهاردة. هنيجي لتالت فكرة بقى، دي فكرة مختلفة شوية
اول حاجه بقى هبدا ان انا اقص كده الحواف اللي طالعه بره. انا عايزه الاجزاء بتاعه الخروف بس اهو، هقصها كده تمام بالشكل ده. انا حابه ابرز الخروف اكتر، فهبدا ان انا الونه كده عشان يبقى شكله كيوت اكتر. طبعا النشاط ده ممكن نخلي الطفل يعمله بنفسه بمقص امن كده للاطفال، ونبدا نخليهم يمشوا على الخطوط الطويله دي الطوليه دي، يبدا ان هو يقصها كده تمام. هقصها طبعا كلها داير ما يدور كده كلها تمام. ده كده بقى شكلها. هبدأ بقى بخلة سنان، بعصاية يشتوك، بأي حاجة، وهبدأ ان انا ابرم جزء من اللي انا قصيته دوت. هبدأ ابرمه بالشكل ده عشان يديني كأنه فرو كده الخروف تمام. هيبقى نشاط مسلي جدا للأطفال، هينبسطوا بيه جدا وهيقضوا فيه وقت ممتع. هبرم بقى كل الحاجات اللي انا قصيتها دي داير ما يدور كده، هبرمها كلها. تمام. بعد ما لفيت عليها كلها، انا مش حابه المنتصف يبقى فاضي، فهبدا ان انا اقص كده شرايط طوليه وهلفها برضو بخلة السنان كده، هلفها داير ما يدور، وهبدا ان انا احطها في المنتصف. خلاص هعمل كذا واحده بقى، حوالي 10 كلهم بنفس الطريقه. وباستخدام الجلو هبدأ ان انا الزقها كده بطريقة عشوائية حوالين الخروف من جوه، علشان يعني بدل ما يبقى سادة كده لا يبقى كأن عليه فرو من جوه. خلاص طبعا الأنشطة دي هتبقى حلوة قوي للأطفال، يقدروا ينفذوها بنفسهم وآمنة جدا مفيهاش أي حاجة خالص. ممكن نكتفي بالشكل ده، بس أنا حابة أعمل له رجل، فهبدأ إن أنا أرسم 4 رجول كده. خلاص شكل عشوائي جدا، هبدأ أرسم 4 رجول وهبدأ إن أنا هقصهم بالمقص تمام. عشان يوضحوا معايا هجيب قلم اسود وهمشي على الحواف كده من بره علشان اخلي الرجل توضح معايا اكتر. خلاص بعد ما خلصتهم هلزقهم بقى باستخدام الجلو بالشكل ده، وبكده الخروف خلص معايا. اخر فكرة بقى معانا النهاردة الباترون ده، هبدأ ان انا اقصه كده بالشكل ده. خلاص طبعا الباترون ده انا هنزله برضو على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناتي التليجرام، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. هقصه بالشكل ده، دي لتوزيعات العيد. خلاص بعد ما قصيتها هقص برضو المربعات اللي جوه تمام بالشكل ده. هبدأ بقى مكان النقط دي تنايات، هبدأ ان انا اتنيها كده بالمسطرة. خلاص تمام. هعوز بقى الجزء الصغير ده بالجلو بالطريقة دي، واحاول اظبطها كده واتنين الطرفين على بعض بالشكل ده. ومن تحت برضو لاني نسيت اتنيها، فهبدأ ان انا اتنيها الاول. انا بتنيها عشان تبقى سهلة معايا. خلاص هبدأ ان انا اتنيها كده بالشكل ده الاول. بعد كده كل جهتين قدام بعض هلزقهم في بعض بالشكل ده، وهدخل المسطرة علشان اضغط عليها من جوه علشان يلزق كويس اهو بالشكل ده. وبرضو الطرفين الاخرانيين برضو
الخارجيين يعني هبدأ ان انا الزقهم بالطريقة دي. تمام. هجيب بقى الهدية او العيدية اللي عايزة هدية للاطفال وادخلها بالشكل ده، وهجيب قطعة صوف بقى، قطعة صوف، قطعة ستان، قطعة خيش، اي حاجة متوفرة عندك، وهبدأ ان انا اقفل بيها الشكل اللي عندي بالطريقة دي. ممكن تكتفي بكده بس انا حابة ازينها اكتر واخليها مناسبة للعيد اكتر. فهجيب بقى انا عندي الاشكال دي، عيد سعيد، عيدكم مبارك، حاجات كده يعني بمناسبة العيد. هبدأ ان انا اقصها بالشكل ده. خلاص هقص بقى اظبطها على قد الشكل بالظبط، وباستخدام الجلو هلزقها بقى بالشكل ده. اظن شكلها كده بقى مبهج اكتر. اتمنى افكار النهارده تكون عجبتكم، وقولوا لي تحت في التعليقات انهي فكره عجبتكم اكتر. لو افكار النهارده عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامه.